السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. عندنا اليوم مجموعة من الأخبار الرسمية، أتمنى تستفادون ولو جزء قليل منها. فقبل لا نبدي، لايك واشتراك يحفزنا نستمر ونقدم لكم المزيد إن شاء الله. ويلا خلينا نبدي بالفيديو. فأول خبر عندنا لليوم: السوداني يعلن عن تنفيذ مشروع مدينة جامعية متكاملة في محافظة ميسان، ويوجه بإعداد تصاميم من قبل شركات عالمية متخصصة. والخبر الثاني: وزير التربية يدرج مقترح إعادة العمل بنظام تحسين المعدل للصف السادس الإعدادي على طاولة اجتماع هيئة الري، وهاي النسخة من الكتاب. والخبر الثالث: النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي نود إعلامكم بأن نتائج السادس الإعدادي سيكون يوم السبت المقبل الموافق 12/8/2023 إن شاء الله. فلهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ننتظر آخر التحديثات الرسمية ونشرها لكم بإذن الله دمتم سالمين أو غانمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.